في بداية فيلمنا بنلاقي شابة جميلة اسمها سامانتا نازلة على سلالم بيتهم وبتسمع باباها كونراد وهو بيتكلم مع حبيبها، وبيبقى بيتكلم معاه في موضوع انه يتقدم لها، وبيوعده انه هيخليه المدير التنفيذي للشركة بعد ما يتجوزوا. فهاريسون بيقول له ان هو ده اللي عاوز يوصل له اصلا، وبيبان هنا ان هو ده هدفه من البداية. فكونراد بيقول له ان مامتها هي اللي هتجهز كل حاجة، وان هو كل اللي مطلوب منه بس انه يلبسها الدبلة. وفي اللحظة دي سامانتا بتدخل المكتب وبتقول لهاريسون انها مش هتتجوزه عشان هي مش بتحبه اصلا. وقتها هاريسون بيقوم وبيقول لها انه مهتم بيها وان ده كفايه بالنسبه له، بس هي بترفض. فكونراد بيتغاظ من رد فعل بنته وبيقوم يقف وبيقول لها ما تبالغش في رد فعلها عشان هم مرتبوا لكل حاجه خلاص. بس سامانتا بتكون لسه رافضه الموضوع وبتتعصب عليهم وبتقول لهم انها هتطفش من البيت. وفي الوقت ده مامتها بتيجي وبتحاول تخليها تغير رايها، وسامانتا بتقول لها انها بتحبها جدا بس هي مش هتقبل انهم يحركوها زي ما هم عاوزين ويجبروها تتجوز واحد هي مش بتحبه. وبعدها مامتها بتفضل واقفه مكانها وبص عليها وهي بتمشي. بنشوف سامانتا وهي راكبه العربيه وشايله السقف وبتبعد بعيد خالص عن البيوت الكبيره والمجمعات السكنيه بتاعت ولاد الاغنياء، وبتمشي في شوارع نيويورك وبتركن عربيتها في منهاتن، وبتسيب مفتاح العربيه وتليفونها وبتمشي عشان ما بتبقاش عاوزه باباها يوصل ليها. وبعدين بتاخد تاكسي وبتطلب من السواقه تاخدها للبار المفضل عندها. فالسواقه بتبص ليها من تحت لفوق كده وبتقول لها انه يمكن ما يعجبهاش، فسامانتا بتقول لها ان هو ده بالظبط اللي عايزاه. وفي المشهد اللي بعد كده في البار بنشوف البنت اللي بتشتغل هناك وهي بتتكلم مع واحد اسمه كلاي وبتناديه بسنت، ووقتها بيسألها عن البنت اللي قاعدة على الترابيزة اللي ورا واللي بتكون سامانتا وقاعدة تسكر والعياذ بالله. فبيكون قلقان عليها عشان باين عليها مش في وعيها خالص. فتيرا بتقول له انها بقالها كتير قاعدة تشرب فعلا. فكلاي بيقرر يتابع معاها، وبعد شوية بيقول لتيرا تروح البيت وان هو هياخد باله من سامانتا. فلما بترخم عليه بيقول لها انه بما انه صاحب البار فمن مسؤوليته هو انه يتاكد انها هتروح بيتها سليمه. وبعدين بيروح لها يتكلم معاها، فهي بتقول له انه شاب وسيم بس هيبقى اوسم لو جاب لها حاجه تانية تشربها. فهو بيقول لها كفايه كده يا كيكه، وهي بتقول له وقتها انها بتحب الكيك قوي. وبعدين بيرجع يلم المكان، ولما بتطلب منه من تاني انه يجيب لها حاجه تشربها مش بيوافق، وبيقول لها انها لازم ترجع بيتها. ولما بتيجي تحاسب بتلاقي الفيزا بتاعتها اتوقفت، فبتتضايق بس مش بتتفاجئ عشان هي عارفه ان باباها كان هيعمل الحركه دي. وكل ده وكلاي بيبقى هادي جدا وبيقول لها انه ما عندوش مشكله لو ما دفعتش، المهم تروح. ولما بيسالها عن تليفونها بتقول له انها رمته. ولما بيطلب البطاقه عشان يعرف عنوانها ويخلي حد من اهلها يجي ياخدها، اول ما بتسمع ده سامانتا بتتوتر وبتقعد تتحايل عليه انه ما يرجعهاش البيت عشان هي مش هينفع تعيش تاني مع باباها. وهي سكرانه كده بتستوعب انها معهاش فلوس ولا تليفون وما عندهاش مكان تروحه. ومره واحده بتدوخ وكلاي بيمسكها قبل ما تقع، فبيسندها وهو مش عارف يقول لها ايه. وبعدين بيطلعها الشقه بتاعته اللي فوق البار عشان تبات عنده لحد ما تفوق. ولما بتقول له انها حاسه انها تعبانه بيدخلها الحمام وبتستفرغ، وبتقول له بعدين انها محتاجه تاخد دش، وبعد ما بيساعدها بيخليها تنام في اوضته. ووقتها هي بتشكره عشان هو ما سابهاش لوحدها واهتم بيها. فكلاي بيبتسم وبيسيبها تنام. وتاني يوم الصبح سامانتا بتصحى وبتبدا تفتكر في اللي حصل اليوم اللي فات، وبتكون مكسوفه على الاخر من اللي حصل. ولما بتدخل الحمام بتلاقي هدومها مغسوله ومتعلقه عشان تنشف، وان كلاي سايب لها كمان فرشه اسنان تستخدمها. فبتتاثر من كل اللي بيعمله معاها ده. وفي الوقت ده هو بيكون قاعد مستنيها في الصاله وهي بتبقى لسه لابسه التيشيرت بتاعه. ولما بيسالها هي بقت عامله ايه دلوقتي بتقول له انها لسه مصدعه، فبيديها مسكن وبيقول لها انه مجهز ليها الفطار كمان. ولما بتساله هو ليه بيناديها بكيكه بيقول لها انه بينادي الناس الخفيفه اللي مش بيتحملوا الكحول بالاسم ده. وبعدها بيعرفها بنفسه وبيقول لها ان اسمه كلاي كينكد صاحب البار. وفي الوقت ده سامانتا بتشوف القطه بتاعته اللي عندها عين واحده بس وبتساله عنها، فبيقول لها انه انقذها وقت ما كانت صغيره. وبعد شويه سامانتا بتعتذر له على اللي حصل اليوم اللي فات، وبتقول له انها ما كانتش عايزه تزعج حد وانها متاسفه عشان هو اضطر يتعامل معاها وقت ما كانت سكرانه. ولما بيسالها هي ناويه تروح على فين وبيكون خايف لا يكون عندها مشاكل كبيره، بس هي بتقول له انها مش في خطر، بس كل الحكايه انها مش عايزه باباها يعرف مكانها. ولما بيسالها عن السبب بتقرر تحكي له القصه كلها. ولما بتساله هو سمع عن جيمسون جلوبال بيتخض وبيفهم انها شركه باباها. وبعدها بتحكي له عن اللي حصل مع هاريسون وباباها، وانها هربت من البيت عشان هي مش عايزه باباها هو اللي يختار لها هي هتقضي باقي حياتها مع مين. وبتقول له كمان انها عارفه انها اتسرعت، بس الحقيقه انها كانت محتاجه تاخد القرار ده من بدري جدا، وانها ندمانه انها خلت اهلها هم اللي يختاروا لها حياتها هتمشي ازاي. فكلاي بينبهر بشجاعتها. ولما بيسالها هي ناويه على ايه دلوقتي بتاخد نفس عميق وبتساله اذا كان ينفع تعيش معاه في الشقه وتشتغل في البار بتاعه عشان تقدر تكسب فلوس، وانها عارفه انها ملهاش حق تطلب منه كده، بس هي محتاجه مساعدته فعلا
فبيقول لها ان ده مش هينفع وبيكون متردد، بس هي بتضغط عليه لحد ما بتقنعه يوافق. ولما بيقوم ينظف الترابيزه مطرح الفطار، سامانتا بتقوم وراه وبتشكره مره تانية على مساعدته ليها، وبتوعده انها هترجع له كل الفلوس دي على داير المليم. وبعدها بياخد بعضه وبينزل البار. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي سامانتا وهي رايحه تشتري هدوم جديده ومعاها كاترينا وبتساعدها تجيب هدوم تشتغل بيها. وفي الوقت ده سامانتا بتاخد رأيها عن موقفها وبتقول لها انها حاسه انها جت اقتحمت حياه كلاي مره واحده كده، بس كاترينا بتقول لها انه عادي جدا وان كلاي اصلا طيب وبيحب يساعد الناس وعشان كده هم مطلعين عليه سنت. وبتقول لها بعدها انها بترسم وشم في المحل بتاع مايسون اخو كلاي، وانها تعرفه هو وكلاي من وقت ما كانوا صغيرين كلهم، وانهم كمان عندهم اخ صغير اسمه ليفي، وان هم الثلاثه قريبين من بعض جدا. وسامانتا بتكون عايزه تعرف اكتر عن كلاي وعن حياته وبتتبسط قوي من كلامها مع كاترينا. وبالليل تيرا بتتضايق لما بتلاقي سامانتا لسه موجوده، فبتسأل كلاي هو ناوي على ايه وليه سابها تقعد، بس هو بيغير الموضوع. فتيرا بتضطر انها تعرفها بنفسها وبتساعدها في الشغل وبتفهمها ان النظام ماشي ازاي عندهم. ولما تيرا بتاخد بالها ان كلاي مش بيشيل عينه من على سامانتا بتقعد ترخم عليه، بس هو بيقول لها انه عاوز يشوفها هي بس بتشتغل ازاي عشان هي بنت ناس وعمرها ما اشتغلت قبل كده في حياتها، وانه واثق انها لما هتشوف طبيعه الشغل هنا هتخاف وهترجع بيتهم. بس تيرا مش بتصدقه خصوصا بعد ما تلاحظ الكيمياء اللي بينهم، وبتقول له ياخد باله. ومع الوقت كلاي بيبقى متابعها برضه وهي بتشتغل وبيتضايق لما بيشوف الشباب وهم بيعكسوها. وهنا كاترينا بتيجي وبتقعد تتريق عليه، وهو لما بيشوفها بيتفاجئ عشان هي عادة مش بتيجي كتير، فبتقول له انها جايه تشجع سامانتا وانهم اتصاحبوا على بعض ولقيتها بنت لطيفه جدا. وفي اللحظه دي تيسا بتيجي تشتكي لكلاي من مايسون، ولما كلاي بيبقى رايح يشوف الموضوع ده بيلاقي مايسون جاي عليهم، فكاترينا وكلاي بيبقوا مش طايقينه. وكاترينا بتقول له وقتها انها جابت اخرها من تصرفاته، وهنا بنعرف ان كاترينا بتحبه بس مش قايله له. ولما بتحاول تزعق له على اللي بيعمله بيقعد يضحك وبيقول لها انه عارف انها هتسامحه في الاخر عشان هي صديقته، ومش بياخد باله من الحزن اللي باين على وشها وهو بيقول لها كده. وفي الوقت ده سامانتا بتيجي تعتذر لهم وهي بتقول انها اتلخبطت في طلب الكوكتيل، وكلاي بيكون رد فعله هادي جدا وبيقول لها انه طبيعي جدا لانها لسه بتتعلم. وطبعا مايسون اول ما بيشوفها بيعاكسها، بس كاترينا بتقول له انه مش من النوع اللي بتحبه. وسامانتا بتمشي وهي بتقول له انها مبسوطه انها قابلته، بس كلاي بيحذره وبيقول له ما يجيش جنبها. وهنا كاترينا بتقول له انها عايشه مع كلاي. وقتها مايسون بيتريق وبيقول اهو لقاله واحده مشرده تانية ياخد باله منها. وبعد ما بيمشي كاترينا بتقول لكلاي ان هو ده السبب اللي بيخليها ما تجيش البار، فبيتعاطف معاها وبيقول لها انه مش عارف يساعدها ازاي عشان تقدر تتحمل اخوه ده. وبعد كده في اخر اليوم سامانتا بتبقى قاعده تعد في الفلوس اللي عملتها من الشغل، وكلاي بيجي لها وهو جايب ليها سندوتش من المطبخ، فبتديله الفلوس اللي استلفتها منه وهي بتجيب الهدوم النهارده، وبتقول له انها كل يوم هتديله جزء من الفلوس اللي هتعملها. فبيقول لها انه انبهر لما لقاها قدرت تتعامل مع الوضع، فبتقول له انها اتخرجت من العلوم السياسيه وكانت هتدخل حقوق بس اهلها رفضوا وقالوا لها انها مش هتشتغل بالشهاده دي كده كده. وبعدين بتقول له انها ندمانه عشان ما قدرتش انها تعمل اي حاجه هي عايزاها لانها دلوقتي اهي بادئه من اول وجديد. ولما كلاي بيسالها هي هتعمل ايه لو جات لها الفرصه بتقول له انها نفسها تكون شيف حلويات وانها درست الطبخ قبل كده ومعاها شهاده، بس طبعا اهلها ما وقفوش جنبها ولا سمحوا لها انها تشتغل بعد ما اخدت الشهاده. فكلاي بيمسك ايديها وبيقول لها انها المفروض تحاول تاني وانها لو ما جربتش عمرها ما هتوصل للي بتحلم بيه. فبتمسك ايده وبتحرك صوابعها عليها وبعدين بتسحب ايديها وبتغير الموضوع وبتسأله هو ازاي عمل البار ده، فبيقول لها انه بدأ شغل هنا من وهو عنده 16 سنة عند واحد اسمه جيري واللي كان بيعتبره زي باباه، وانه علمه كل حاجة. بس مرة واحدة جات له أزمة قلبية وكتب لكلاي البار ده في وصيته. فسامانتا بتقول له انه مش شبه اخوه مايسون خالص، وكلاي بيضحك. ولما بتسأله عن الاسم اللي مطلعينه عليه بيقول لها انه مايسون هو اللي مختاره عشان هو عادة بيحب يساعد الناس، وده لانه قبل ما يقابل جيري حياته ما كانتش احسن حاجة، بس دلوقتي هو قادر يساعد الناس وعشان كده مش بيتأخر على حد. وسامانتا بتعجب بيه اكتر لما بتشوف هو قد ايه طيب وبيحب الخير، وبتنبهر اكتر خصوصا ان ده ما كانش موجود في الناس اللي حواليها. وبعدها بتقوم وبتقول له انها تروح تاخد دش عشان اليوم كان متعب، وبتناديه بسنت زي الباقي. ومن يومها وكل ما سامانتا بتحاول تتكلم معاه كلاي بيحاول يشغل نفسه عنها عشان مش عاوز يستسلم لمشاعره ناحيتها، عشان عارف ان في فرق كبير بينهم وان علاقتهم دي مش هتكمل. ومع الوقت سامانتا بتتعود على حياتها في البار وعلى الشغل هناك، وبتقرب اكتر من كاترينا ومايسون، وبتشتري هدوم جديده بالفلوس اللي بتكسبها. وفي يوم سامانتا وهي بتشتغل كلاي بيبقى غيران عليها عشان بيشوفها وهي بتعاكس في الزباين. وفي يوم اخوهم التالت ليفي واللي بيشتغل ظابط بيجي البار وبيشد مع كلاي عشان مش قايل ليه على اللي بيحصل في حياته، وهو كمان بيقعد يرخم عليه بخصوص علاقته بسامانتا. وفي الوقت ده سامانتا بتيجي تسلم عليه وليفي بياخد باله من المشاعر اللي بينها وبين اخوه، وبعد ما بتمشي بيقول لاخوه ما يبقاش غبي ويضيعها من ايده. فكلاي بيقول له انه عاوز يبعدها كمان عن امهم وجوزها وانه ما
ومبقاش بيثق في حد. فليفي بيفكروا انه برغم اللي وايت عمله كلاي شخص كويس برضه وانه المفروض يفضفض ليه ويقول له على اللي جواه بدل ما هو طول الوقت كده مستخبي ورا البار. وبيقول له انه مش عاوز يضيع البنت من ايده بسبب حاجات قديمه حصلت في حياته والحاجات دي منعاه من انه يقرب من حد. فكلاي بيتعصب وبيقول لاخوه ياخد بعضه ويمشي دلوقتي احسن له، وبيفضل من وقتها لحد اخر اليوم متضايق على الاخر. وتاني يوم بنلاقي كاترينا طلعت ليهم البيت وبتقول لسامانتا انها محضره لها مفاجاه وان كلاي هو اللي مجهز كل حاجه، وبتطلع عباره عن ادوات مطبخ للحلويات وكلاي اشتراها ليها عشان تبدا حلمها. وبعدها كاترينا بتنزل لكلاي وبتقول له انها جابت الحاجه وان المفروض يطلع يشوف رد فعل سامانتا بنفسه وانها فرحت جدا، وبتقول له كمان انها بتحب البنت دي جدا فبيقول لها وانا كمان. ولما بيطلع بيلاقي سامانتا بتقول له انها مبسوطه جدا بس بتقول له انها عاوزه ترجع له كل الفلوس اللي دفعها، بس هو بيقول لها انها هديه منه ليها وانه عاوز المقابل بتاعه عباره عن حلويات. فبتحضنه وهي بتشكره مره تانية على كل اللي بيعمله معاها، وبعدها بيقعد يتفرج عليها وهي بتعمل ليه كيكه. وفي الوقت ده كلاي بيبقى اتعود على وجودها معاه، وبعد ما بتخلص بتقدم له كيكه الليمون اللي عملتها، وهنا بيعترف لها انه بيحبها خلاص وبيحكي لها عن نفسه اكتر وعن طفولته. وبيقول لها انه زمان وهو صغير كان شايف كيكه في محل حلويات وكان عاوز يشتريها، بس الست اللي جوه طلعت تتخانق معاه وتمشيه من المكان عشان هو كان شكله فقير ولابس هدوم مقطعه ومتوسخه، ومامته ما كانتش بتسال فيه فكان على طول كده عايش في الشوارع ومحدش كان عايزه. فسامانتا بتحاول تغير له موده وبتقول له انها هتعمل له كل انواع الكيكات اللي نفسه فيها. وفي المشهد اللي بعد كده وهي بتشتغل بنلاقي ان كلاي طول الوقت عينيه عليها وكل يوم هي بتخبز ليه نوع جديد من الحلويات، ومع الوقت علاقتهم بتبقى اقوى وبيكون باين عليهم هما قد ايه بيحبوا بعض. وبعد فتره بتكون ردت ليه كل الفلوس اللي استلفتها منه، وبتبدا كمان تقدم من الكيك بتاعها للموظفين اللي معاهم في البار. وفي الاخر بتفتح حسابها في البنك وبتبقى معتمده على نفسها كليا. وفي يوم بتدخل المكتب لكلاي وهي ماسكه طبق الكيكه في ايديها وبتقول له انها عاوزه تتكلم معاه في موضوع مهم. فبتقول له انها بتفكر انها تكبر مشروعها بس عاوزه تشتغل الاول في محل مخبوزات عشان تكسب خبره اكتر. فبتحكي له انها كانت بتتواصل مع ناس معارف مامتها وانها جالها عرض كويس، وبتقول له كمان انها كانت بتدور على شقق عشان هي كانت عاوزه تنقل للعيش في شقتها عشان هي مش حابه تتقل عليها اكتر من كده. وقتها هو مش بيوافق وبيقول لها ما تشغلش بالها بالموضوع ده. ولما بيسالها هي هتقدر تدفع تكاليف شقتها ولا لا بتقول له انها حسبتها ولقت انها هتعرف تدبرها، واللي متاكده منه هو انها مش هتقدر تعيش هنا في البار على طول. بس كلاي ما كانش مستعد لده عشان هو كان عامل حسابه انها هتفضل معاه على طول، ومع انه عارف انها هتفضل معاه وعلى تواصل بس بيكون حاسس برضه انها كده بتسيبه وعايزه تعيش حياه احسن. فبيقوم من على الترابيزه مره واحده وبيسيبها ويمشي، وسامانتا بتستغرب. وفي الوقت ده بنلاقي واحد اسمه وايت داخل البار وهو متبهدل على الاخر وهدومه متوسخه، وبيطلع السكينه من جيبه وبيهدد بيها كلاي. فكلاي بيزعق ليه وبيقول له يخرج من هنا فورا. وفي الناحيه التانيه سامانتا بتتصل بكاترينا وبتقول لها تجيب مايسون وليفي في اسرع وقت. وتحت وايت بيقول لكلاي انه عاوز $50,000 كاش على اخر الاسبوع، وبيهدده انه هياخد منه سامانتا وهيبيعها في السوق السوداء لو ما تصرفلوش في الفلوس. وقتها كلاي بيقول له انه المفروض كان يقتله لما جات له الفرصه، وسامانتا بتسمعه وهو بيقول كده. وبعد ما وايت بيمشي على طول مايسون وليفي بييجوا وكلاي بيقول لهم عن اللي حصل. ولما مايسون بيقول له انه المفروض كان موته ليفي بيعترض على كلامه، وهنا كلاي بيقول لهم انه مش عارف يعمل ايه عشان يحافظ على سامانتا وانه بيفكر يديله الفلوس عشان ما يجيش جنبها. فليفي بيقول له يديله شويه وقت عقبال ما يسجل اسمه في شبكه البوليس ويراقبوه ويتتبعوه عشان لو فكر يجي هنا تاني وقتها هيعملوا معاه الصح. وبالليل كلاي مش بيجيله نوم، فسامانتا لما بتصحى وبتقوم تدور عليه بتشوف علامه حرق السجاير في ظهره، ولما بتلمسه كلاي بيتخض وبيلف. فبتساله عن العلامه اللي في ظهره دي وبيقول لها وقتها تبعد عنه وتسيبه عشان هو الماضي بتاعه صعب وهو مش عاوز صورته تتهز قدامها. بس هي بتقول له انها عمرها ما هتندم على الوقت اللي قضيته معاه. وتاني يوم الصبح بيحس انه مش هينفع يفرط فيها، وبيقرر وقتها انه يحكي لها قصه حياته ويقول لها على الماضي بتاعه. فبيقول لها ان امه كانت شمال وان هو واخواته من ابهات مختلفه، وبكده الثلاثه كبروا وهم بياخدوا بالهم من بعض عشان مامتهم ما كانتش قادره تربيهم. ولما كلاي كان عنده 15 سنه وايت وقتها جه يعيش معاهم وكان بيعاملهم هم وامهم معامله وحشه، وهو بالذات كان بيمد ايده عليه وبيطفي السجاير في ظهره. وبعدها لما مامتهم ماتت وهي في السجن وايت بقى هو الوصي عليهم، وهو عارف وقتها انه مش هيقدر يتحمل اكتر من كده. وعشان كده لما بقى عنده 18 سنه سرق سكينه الجزار عشان يموته بيها، بس ما قدرش وكل اللي عمله هو انه عوره في وشه. وبعدها قابل جيري واللي شغاله معاه في البار وكان بياخد باله من اخواته لحد ما كبروا كلهم. ومن وقتها وهو ما كانش شاف وايت لحد ما ظهر امبارح. فسامانتا بتتاثر من قصته وبتقول له ان اخواته كبروا وبقوا رجاله يسدوا عين الشمس وانهم وصلوا للي هم فيه ده بسببه. وعشان بتكون عاوزه تساعد كلاي بتستناه يخرج من الاوضه وبتتصل بباباها وبتقول له انها ترجع البيت.
ولما كلاي بيشوفها وهي بتحضر شنطتها ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل، ولا هي ليه اتخلت عن حلمها فجأة وقررت تسيبه، بس هي مش بتشرح له السبب بالظبط وبتقوله ان هو ده الصح اللي لازم يتعمل. وبعدها بيبقى واقف باصص عليها من الشباك وهي بتركب العربية وماشية. وفي المشهد اللي بعد كده ليفي بيجي البار وبيقوله ان وايت مطلوب القبض عليه عندهم بتهمة القتل، وان في ادلة كتير جدا تخليه ياخد مؤبد، بس هما محتاجين بس يثبتوه. وبيتفقوا على ان كلاي لازم يمثل قدامه انه معاه الفلوس ويتفق معاه على ميعاد يتقابلوا فيه، ويبلغ البوليس بالمكان والزمان وهم وقتها هيقبضوا عليه. واول ما ليفي بيمشي هاريسون بيجي البار وبيقعد يتفرج على المكان حواليه، وبعدها بيعرف كلاي بنفسه واللي بيكون فاكره من كلام سامانتا عنه، وبيكون جاي يسلمه حاجه ويشوف بالمره الراجل اللي سامانتا سابت علشانها حياتها الجديده. وهنا بيقول له ان سامانتا وعدت باباها انها هترجع البيت وتوافق على جوازها من هاريسون مقابل انه يدي كلاي $50,000 اللي محتاجها عشان يبعد بيها وايت عن حياته. وبيقول له كمان ان كونراد طول الوقت ده كان عارف بمكان بنته بس مرضاش يعمل حاجه وسابها تعتمد على نفسها لحد ما ترجع البيت بنفسها، وانه دور ورا كلاي ومعارفه كلهم عشان يضمن انه شخص كويس. وهنا هاريسون بيعترف له ان هو وسامانتا مش بيحبوا بعض ومش هيكونوا مبسوطين سوا، وان هو كمان ما كانش عاوز يتجوزها بس هم كانوا محتاجين يجاروا باباها. وبعدين بيقول له انه حقيقه انها استسلمت علشانه ده معناه انه شخص مهم جدا بالنسبه لها، وبيمشي بعد ما بيسيب الفلوس على الترابيزه. وهنا كلاي بيستوعب ان البنت اللي بيحبها سابته عشان هي كمان بتحبه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف وايت وهو رايح المكان اللي كلاي قال عليه، والبوليس بيحاصره وبيقبض عليه. وبعدها ليفي بيتصل بكلاي وبيقول له على الخبر الحلو، وبعدها على طول كلاي بيمسك الفلوس وبيروح المنطقة اللي سامانتا ساكنة فيها. ودلوقتي بعد ما عرف انها هتكون في امان مش هينفع انه يتخلى عنها، وبعد ما بيدخل البيت بيرجع $50,000 لكونراد وبيسأله هو ليه عمل كده مع انه عارف ان معاه فلوس يدفعها لوايت. فكونراد بيقول له انه عمل كده بس عشان سامانتا ترجع البيت. وقتها كونراد بيسأله هو شايف ان دوره ممكن يكون ايه في حياة سامانتا، فكلاي بيقول له انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعدها ويدعمها، وان القرار يرجع لها وهي الوحيدة اللي ليها الحق انها تختار انها تكمل باقي حياتها ازاي. فكونراد بيبتسم وبيقول له انه بغض النظر عن حياته القديمة بس هو دماغه حلوة وعارف ان هو وصل للي هو فيه ده بتعبه. وبيطلع ان سامانتا غيرت رأيها وقالت لاهلها انها مش هتقدر تتجوز هاريسون. فكونراد بيقول لكلاي انه موافق على علاقتهم خصوصا انه عارف انه هيخسر بنته لو حاول يتدخل بينهم. فكلاي بيقول له انه بيحبها وهيعمل اي حاجة عشان يساعدها. وفي اللحظة دي سامانتا بتيجي وبتسمع ده فبيعيد ليها نفس الكلام وهي بتقول له انها هي كمان بتحبه، وبعدها بياخدها وبيرجعوا البار سوا. ولحد هنا بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.